بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال تاني إعدادي، النهاردة هنحل محافظة رقم 13 وهي محافظة كفر الشيخ. طبعا أول سؤال بيقابلنا في الامتحان هو سؤال الخريطة، وبيقول لي في الخريطة التي أمامك أول حاجة رقم واحد بيقول لي هضبة نقط، ودي طبعا هضبة نجد. رقم واحد هضبة نجد. رقم اتنين عندي بيقول لي دائرة العرض الرئيسية، ودي الدائرة اللي بتمر جنوب الوطن العربي، ودي دائرة الاستواء. رقم ثلاثة عندي بيقول لي مسطح مائي نقط، وحاطط لي رقم ثلاثة هنا كده، ودي طبعا البحر المتوسط. رقم أربعة بيقول لي إقليم مناخي نقط، وحاطط لي رقم أربعة هنا كده عند جنوب غرب دولة اليمن، ودي طبعا الإقليم المداري. بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعمل معظم سكان الريف بحرفة الزراعة. رقم اتنين عندي بيقول لي يقع وادي العلاقي بدولة، طبعا وادي العلاقي دوت وادي جاف يقع بدولة مصر. رقم ثلاثة من الجبال الانكسارية في وطننا العربي، طبعا الجبال الانكسارية في الوطن العربي هي جبال البحر الأحمر وجبال الشام، فهنا مفيش جبال البحر الأحمر فهنختار جبال الشام. رقم ج عندي بيقول لي أمامك صورة تعبر عن واحدة من أهم المشكلات التي تعاني منها المدن نتيجة الهجرة الكبيرة لسكان الريف إليها. طبعا الصورة اللي قدام مني ديت بيوت مش مخططة، فهنا ديت صورة للمناطق العشوائية، فأقول له بيقول لي اذكر تلك المشكلة، أقول له ديت المناطق العشوائية، وهي مناطق نشأت دون تخطيط وتفتقر للخدمات العامة. بعد كده بيقول لي أكمل كل عبارة من العبارات الآتية بالكلمة المناسبة. الدولة العربية التي تقع بأكملها جنوب دائرة الاستواء في المحيط الهندي، وهي جزر القمر. رقم اتنين عندي بيقول لي تعرف الأراضي المنخفضة الخصبة في الصحراء باسم طبعا الواحات. رقم ثلاثة تمتد ببلاد المغرب العربي سلسلة جبال، طبعا سلسلة جبال أطلس. رقم أربعة عندي بيقول لي يسود في المناطق الصحراوية المناخ القاري في المناطق الصحراوية. رقم ب عندي بيقول لي أكدت الأحداث الأخيرة بفلسطين على موقف مصر التاريخي والثابت قيادة وشعبا والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى مدى الروابط الوثيقة بين الأشقاء العرب. في ضوء هذه العبارة أكمل ما يأتي. بيقول لي واحد يرجع سبب تعرض وطننا العربي للعديد من محاولات السيطرة عليه ونهب خيراته إلى، طبعا احنا تعرضنا للاستعمار ونهب الخيرات بسبب موقع الوطن العربي الاستراتيجي والاقتصادي. موقع مصر الاستراتيجي، او انا اسف، موقع الوطن العربي الاستراتيجي والاقتصادي ادى الى ايه؟ استعمار اوروبي. رقم اتنين عندي بيقول لي من النتائج التي ترتبت على تعرض وطننا العربي للاستعمار، طبعا من النتائج ديت تقسيم الوطن العربي لدول متباينة المساحة. تقسيم الوطن العربي لدول متباينة المساحة. ولو انا عايز ازود شوية، بس هنا هو بيقول لي اكمل، فانا عايز ازود شوية اقول له ظهرت بعض المشكلات السياسية عندي زي مشكلة فلسطين ومشكلة دارفور وجنوب السودان والجزر الاماراتية. رقم ثلاثة عندي بيقول لي أهم الأماكن المقدسة بفلسطين، طبعا هي المسجد الأقصى وكنيسة المقدس. رقم أربعة عندي بيقول لي إحدى الروابط التي تربط بين دول وطننا العربي، طبعا اللغة والتاريخ والمكان الواحد، لغة واحدة وتاريخ مشترك ومكان واحد. بعد كده بيقول لي في جزئية التاريخ أكمل كل عبارة مما يأتي بالكلمة المناسبة. يعد أول خطيب في الإسلام الصحابي، طبعا هو أبو بكر الصديق أول خطيب في الإسلام. رقم اتنين عندي بيقول لي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي يعسكر فيه المسلمين يوم بدر، وهو كان الحباب ابن المنذر. رقم ثلاثة بيقول لي استطاع عبد الله بن سعد ابن أبي السرح تدمير أسطول الروم في معركة ذات السواري. رقم أربعة بيقول لي اليهود الذين غدروا بالمسلمين وخانوا العهد في غزوة الخندق هم يهود بني قريظة. رقم ب عندي بيقول لي كانت مصر وما زالت قوة للمسلمين وعونا لهم
في ضوء العبارة السابقة أكمل ما يأتي. القائد الذي أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر هو طبعا القائد عمرو بن العاص. 2. الدولة التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت دولة الروم. الدولة اللي كانت محتلة مصر ساعتها كانت دولة الروم. رقم 3 عندي بيقول لي وجه الشبه بين عمر بن الخطاب ومع أهالي بيت المقدس وموقف عمرو بن العاص مع أهل مصر. طبعا الاثنين عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس طبعا تسامح مع الأقباط، وعمرو بن العاص لما دخل مع مصر تسامح مع الأقباط. أقول له كلاهما تسامحوا مع الأقباط وأمنوهم على أموالهم. رقم ج عندي بيقول لي من الدروس المستفادة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طبعا الإجابة هلاقيها صاد 125. أقول له طبعا من الدروس المستفادة التخطيط الجيد للأمر والسرية التامة واختيار القادرين على تنفيذ التخطيط. بعد كده بيقول لي رقم 4 صوب ما تحته خط فيما يلي. الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت حرفة الزراعة؟ لا طبعا كانت حرفة الرعي. رقم 2 عندي بيقول لي تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الشريفة في غار ثور؟ لا طبعا كان غار حراء. رقم 3 عندي بيقول لي الفتنة التي حدثت في أواخر عهد عثمان بن عفان تزعمها عبد الرحمن بن ملجم؟ لا طبعا تزعمها عبد الله بن سبأ. رقم 4 بيقول لي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس في فراشه ليلة الهجرة ليرد الأمانات إلى أصحابها؟ لا طبعا ترك علي ابن أبي طالب. رقم ب عندي بيقول لي ما المقصود بالمهاجرون؟ طبعا أقول له أهل مكة الذين خرجوا من ديارهم إلى يثرب اللي هي المدينة بهدف نشر الدعوة الإسلامية. تاني سؤال عندي بيقول لي ما المقصود بالخوارج؟ أقول له فئة من جيش علي بن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وحاربوه ثم قتلوه. آخر سؤال عندي في الامتحان بيقول لي بما تفسر معارضة قريش للدعوة الإسلامية في بدايتها؟ أقول له لأن قريش ظنت أن الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل. 2 الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم. وبكده سنة تانية احنا خلصنا حل المحافظة. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.